أهلا بحضراتكم. أجدد الترحيب وأجدد التوضيح وأجدد الوصف الذي لطالما أمعنا الوصف في الأماكن الجميلة في مصر ازدادت جمالا هذه العبارات بجمال مصر. دائما حينما تذهب إلى كل منطقة في مصر، إلى كل ناحية، إلى كل اتجاه، تجد الجمال يسكن هذه الأماكن، ويجد السائح، يجد الزائر كل ما يحلم به. السياحة العلاجية، السياحة الطبيعية، السياحة التاريخية، كل أنماط وأنواع السياحات التي يرتادها السائحون في كل بلاد العالم. العالم كله هنا في مصر، مصر اللي هي قد الدنيا. خليني أرحب بالباحث الأثري الأستاذ محمد شادي. أهلا بيك معايا. اهلا بحضرتك. ويعني واحنا بنتكلم على محافظة ساحلية من أجمل المحافظات في مصر، وشواطئها تعتبر من أجمل شواطئ العالم والدنيا، مطروح، التي تحتفظ بأسرارها بداخلها. وما بين الساحل والواحة تكمن مواطن كثيرة، مواطن جمال، مواطن أسرار، تاريخ، أسماء، محطات مهمة، محطات تاريخية، وأماكن جغرافية غاية في الروعة وغاية في الأهمية. اسمح لي في البداية وأنا برحب بيك يا أستاذ محمد، يعني ما الذي يميز مطروح؟ محافظة مطروح بتتميز بعديد من الأماكن الأثرية، سواء أماكن أثرية، سواء واحات، سواء في الواحات. لما نيجي نتكلم عن مطروح لازم نعرف إن إحنا بنتكلم عن واحدة من أهم المحافظات اللي موجودة في مصر. مش بس كده، لا، ده كمان مطروح يعتبر هي تاني أكبر محافظة من حيث المساحة محافظات مصر بعد محافظة الوادي الجديد. فلازم نبقى عارفين ان احنا بنتكلم عن واحدة من اهم المحافظات اللي بتحتفظ بالاسرار بتاعتها لحد النهاردة، سواء من ناحية السياحة العلاجية، سواء من الجمال. عندنا موجود فيها عديد مواقع أثرية جدا، بتضم مواقع أثرية سواء من العصر المصري القديم أو سواء من العصر اليوناني الروماني ومن يعني العصر القبطي. أحيانا كثيرا نزور أصدقائنا وأحبابنا في مطروح في بعض الأماكن هناك، فنجد هناك آبار رومانية قديمة. في آبار رومانية، ويمكن حاليا من أعظم الأماكن والأشهر أماكن الرومانية اللي موجودة في مطروح، وهو حمام كليوباترا. هو طبعا. حمام مشهور جدا، ولحد النهارده بيجيله زوار وبيجيله سياح وبيجي يسألوا عليه، إنه فعلا مكان عظيم جدا. موجود برضو من عصر المصري شهير القديم، حمام كليوباترا يعني. شهير جدا من الأماكن الشهيرة. عندنا برضو من العصر المصري القديم وهو معبد الملك رمسيس الثاني، حاجة خيالية، حاجة عظيمة جدا. بعد شوية هنشوف الصور مع بعض. المعبد بيحتفظ بالنقوش بتاعته الهيروغليفية. المعبد بيدل على ان فعلا محافظة مطروح محافظة عريقة، وكانت في يوم من الأيام هي البوابة الغربية وتأمين الغربي لمصر. فمحافظة مطروح هي محافظة عريقة. لو عايزين نتكلم ما عنها احنا طبعا احنا عايزين مش. نتكلم دي، عايزين نبدأ نعرف حكاية مطروح مع التاريخ. متى كانت البدايات هناك؟ البدايات بدأت من عام 1915، وطبعا يمكن لحد النهارده بيحتفلوا بيه واحنا يعني في شهر انت ديسمبر. يمكن اشرت على الصور دلوقتي، في الصور بدأت تظهر اللوجو اهو. ده لوجو محافظة مطروح. ايوه. لو جينا بصينا للوجو هنلاقي اللوجو أول حاجة في النص علامة الترس، وعلامة الترس ديت بتشير للاستدامة والتنمية الصناعية للمحافظة. في النص في غزال، والغزالة دوت متجه ناحية الشرق، دوت بيدل على الصحراء بتاعة مطروح. بعد كده هنلاقي موجود على اليمين النخلة. النخلة طبعا احنا عندنا واحدة عريقة جدا وهي واحد سيوة، وواحد سيوة بتتميز ومشهورة جدا بالتمور. فالنخلة ديت بتميز واحد سيوة او بتدل على التمور اللي موجودة في واحد سيوة. بعد كده هنلاقي على الشمال موجود البرج دوت، والبرج التعدين دوت بيدل على غزل البترول والغاز الطبيعي اللي موجود في واحد سيوة. ده العلم بتاع واحد سيوة بتاع المحافظة. اه، ده كل يعني كل رمزية اللوجو او رمزية شعار
المحافظة اللي بيتضمن وبيشير إلى كل ما تحويه المحافظة. ما تحويه آه. المحافظة. مم. فدي دلالة ان المحافظة بتحتوي على حاجات عديدة. احنا لما فسرنا قلنا وأكتر واكتر من كده وأكتر بكتير، اكتر يعني دي بكتير رمزية جدا. حاجات يعني. دي حاجات رمزية مم. اكتر بكتير. لو اتكلمنا عن الشواطئ هنبص هنلاقي بعد كده مثلا واحد سيوة. واحد يعني خلينا سيوة مع صورة، كل صورة هتطلع، لأن يمكن فكرة الصورة بتوضح مع الكلام، يعني يقول لك يعني وبالمثال يتضح المقال. بالظبط. دي مثلا صورة آه. لواحد سيوة. وواحد سيوة ده الطريق، الممشى دوت هو ممشى ازاز بيوصلنا للواحة. م- م. الواحة لواحد سيوة. واحد سيوة. م. الواحة بتنخفض 18 متر عن سطح البحر. منخفض 18 متر عن سطح البحر. فالواحة يعني يمكن مش هنقول مطروح بس حضارية، لا ده هي فعلا مطروح باب السياحة. ما احنا بنقول ما بين الساحل والواحة، والواحة ما بين الساحل والواحة، ما بين الشاطئ وهذه المساحات يعني الممتدة من الواحات المختلفة هناك، تكمن وتسكن أسرار، وتسكن مضامين كبيرة وكثيرة عبر محطات وعبر عصور وعبر أزمنة. احنا بنتكلم، احنا بنقول ان هي مرت على عبر العصور، من العصر القديم والعصر اليوناني الروماني والعصر القبطي لعند العصر الحديث. ومدينة مطروح موجودة شامخة. يمكن حتى ده النقوش اللي اتكلمنا عليها، النقوش اللي موجودة في معبد رمسيس الثاني. مم. وبعد كده تم اكتشاف برضو جذور او بقايا حصون لقلعة جنب معبد الملك رمسيس الثاني. ديت بتثبت لينا ان كانت فعلا مطروح هي البوابة الغربية والتأمين الغربي لمحافظة مصر. وكانوا قديما طبعا المصري القديم اهتم بتأمين حدوده الغربية. عشان كده كان بيبني حصون وقلاع. عشان كده لما لقينا القلعة اللي موجودة جنب المعبد أو آثار الجدار الموجودة جنب المعبد، أثبتت لينا بالتأكيد إن مطروح كانت هي البوابة الغربية لتأمين الحدود الغربية لمحافظة مصر. يعني اتساع مساحة محافظة مطروح، مساحة شاسعة. ومع حديثنا عن مطروح وعن محافظة مطروح وعن كل ما فيها، أو بقدر ما نستطيع نتكلم عن يعني ما نستطيع الحديث عنه في هذه الحلقة وفي هذه الفقرة، تبدو برضو صور معانا. دي صورة برضو من المواقع دي تبع برضو المعبد بتاع الملك رمسيس الثاني، من بعض المواقع اللي موجودة في كموقع أثري. كموقع أثري. هو أيوة. لحد موقع أثري وموجود لحد النهاردة وبيروح له زوار، وموقع عريق. وهو معبد الملك رمسيس الثاني موجود لحد النهاردة، مكان شامخ. بس احنا يعني بنتمنى ان يا ريت يتم تسليط الضوء شوية عن الأماكن دي. وده لو اتكلمنا دلوقتي ده جبل اسمه جبل الدكرور. طبعا دي حاجة برضو مهمة جدا، وهو ده يعتبر من أهم أنواع السياحة في مطروح، وهي السياحة العلاجية. طبعا. طيب الجبل في ده الواحة. في الواحة طبعا. بيتميز بالرمال الدافئة. وطبعا احنا عارفين ان كان دايما السياح بيجوا، يمكن لحد النهارده برضو الدفن في الرمال الدافئة، على اعتقاد ان الرمال الدافئة بتشد الآلام والروماتيزم اللي موجودة في الجسم. ومش بس كده، بتميز كمان بالحنة الحمراء. الحنة الحمراء اللي بتخش في صناعة الفخار في واحد سيوة. حتى طبيعة السياحة في الواحات هناك أو في الواحة طبيعة يعني بتنتمي للوسائل الطبيعية، الحياة الأولى للإنسان، بيعيش مع مقومات الحياة الطبيعية الموجودة مع بطبيعتها بداية في المكان. مع بداية ظهور الإنسان كانت حياة بسيطة، حياة لا أعني بدائية. الآن لما لحد بيروح بيعيش ما دي بعض لحد الآن تفاصيل الحياة الطبيعية البسيطة جدا بكل ما فيها من عوامل نفسية محفزة إيجابية بتعيد الإنسان لطبيعته. ما ديت يمكن من اكتر حاجات المهمه والحاجات اللي مخليه محافظه مطروح لحد الان لها اهميه كبيره، هي البدايه بتاعتها. ممكن ان احنا نقدر نربطها بمقوله، نقدر نقول زي ما اجدادنا المصريين القدماء كانوا بيعيشوا حياه بدائيه بسيطه، فلحد الان محافظه مطروح بتحتفظ بالسر دوت، وهي الحياه يمكن البدائيه، مش الحياه نقول حياة بدائية، البسيطه. حياة طبيعية، حياه طبيعيه، حياه مفردات بسيطه. الطبيعة، بالظبط. بعيش وفق مفردات الطبيعة اللي موجود أنا فيها. بالظبط كده. يعني بقول لك يمكن لحد النهارده محافظه مطروح هي اكتر محافظه محتفظه بالتراث القديم. وده مشهد بيجذب السياح.
يعني السائح في لحظة من اللحظات، أو الإنسان في وقت من الأوقات عايز يرجع إلى شكل الحياة البسيط جدا المريح قوي، بعيدا عن صخب أو الصخب اللي بيعيشه الإنسان في أي مكان في هذا العالم الكبير، يعني المليء بما نراه الآن. بس هو حضرتك السائح لما يكون جاي، هو جاي مثلا فترة ما تتراوح ما بين 10 أيام 15 يوم، فهو جاي هو عاوز يعيش حياة 15 يوم، عايز يتفرج على المنظر الطبيعي، عاوز يشوف المناظر الطبيعية، عاوز يتمتع بالطبيعة، عاوز يعرف آثار المكان. فبس في الوضع في الدوت يعني هو قاعد في مكان طبيعي، في مكان يعني زي ما أقول كده حاسس ان هو ايام المصري القديم. هو عايش العيشه اللي عاشها المصري القديم، حياه طبيعيه كلها حياة طباع، جميلة، حياه جميله، حياه حياة طبيعيه صحية. صحيه. آه. الرمال الدافئه قدام منه، مناظر الجبال قدام منه. ده برضو سلم بيؤدي الى معبد الملك رمسيس الثاني. م- م. فحياه كلها حياه طبيعيه، حياه ده برضو من ضمن الصور اللي موجوده في المعبد. صور احنا بنعرض صور. كمان محافظة مطروح موجود فيها متحف كبير. المتحف تم إنشاؤه في مكتبة مصر العامة، وهو كان تم بالموافقة يعني ما بين الجهات المختصة والجهات الحكومية. المتحف بيضم آثار عديدة موجودة من العصر المصري القديم والعصر اليوناني الروماني والعصر القبطي والعصر الحديث. والآثار دي كلها اللي موجودة في المتحف هي من ضمن الآثار اللي تم اكتشافها من أرض محافظة مطروح. المتحف متكون من طابقين، كل طابق يحتوي على 4 قاعات. المتحف بيضم حوالي ده من جوه، 1110. دي صور من جوه المتحف تقريبا. من جوه المتحف دي اثار يونانيه رومانيه موجوده جوه المتحف. ايوه. يعني المتحف بيضم ده تمثال جالس، هو تمثال من عصر مصر القديم. م- م. المتحف بيضم حوالي 1110 قطعه اثريه. مساحه المتحف تتراوح ما بين 738 متر. فحاجه عظيمه المتحف، اذن ان المتحف له اهميه حضاريه عريقه. فاحنا يعني عايزين نسلط الضوء على الاماكن دي اكتر، ان احنا عندنا واحده من اهم الاماكن، احنا عندنا كنز. يعني واحد سيوة ديت انا بعتبرها هي كنز من الكنوز اللي موجوده الكنوز عندي في مصر. المصرية، كنوز المصريه ومصر اللي مليئة موجوده بالكنوز. مليئه. اه فالواحه لوحدها مش هقول كنز، ده الواحه كنوز. انا بتكلم عن كنوز موجوده عندي في المحافظه. يعني باتساع هذه المساحة في مصرنا الحبيبة، مصر متحف مفتوح حضاريا، يعني تواترت وتوافدت الحضارات هنا على أرض الحضارات، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. يعني فلذلك تجد يعني ما يشتهيه الإنسان يجدوه هنا في سواء في المتاحف، سواء في المناطق التي يزورها. وما زال لدينا الكثير، وما زالت مصر تختزن الأجمل والأحلى والأكثر دهشة. مصر هي ارض الحضارات. اذا كنت تريد الحضاره المصريه القديمه في مصر موجود. إذا كنت تريد الآثار الإسلامية في مصر، موجودة. إذا كنت تريد اليونانية والرومانية في مصر، القبطية موجودة. القبطية في مصر. مم. يمكن هتكلم عن حاجة بسيطة هي مش في موضوعنا. احنا عندنا أكبر مجمع أديان في مصر، طبعا. المجمع اللي بيضم ما بين الديانة اليهودية، الديانة المسيحية، حصن بابليون، الديانة الكنيسة. الإسلامية، حصن بابليون، الكنيسة الكنيسة المعلقة، المعلقة. الكنيسة ماري جرجس، قديسة بربارة، جامع أحمد بن جامع عمرو بن جمع العاص الفسطاط في في مدينة فسطاط، وهو منطقة أول جامع الفسطاط. اتبنى على أرض أفريقيا بالكامل. اللي اتبنى بعد الفتح الإسلامي لمصر سنة 21 هجرية. فأنت أي حضارة أنت هنا في مصر، أينما كنت تريد فهتلاقيه موجود في مصر. مصر هي أرض الحضارات. مش بس احنا بنتكلم عن مطروح، لذلك بقول لك مطروح هي موجود فيها، هي كنوز فعلا. محافظة مطروح شوف هي لو دخلنا كنوز. في دائرة، يعني هذه الدائرة حول القاهرة الكبرى مثلا، يعني على أحد أطراف الدائرة الأهرامات، يعني في الجيزة منف. منف. وبعدين تقدر تخش بقى على وسط البلد القاهرة الخديوية، وبعد كده ثم شوية تلاقي نفسك على داخل على الأزهر وسيدنا الحسين وشارع القاهرة المعز، الفاطمية، القاهرة الفاطمية المعز وهو يعتبر والقاهرة بمثابة المملوكية. أكبر متحف إسلامي مفتوح. يعني الأمر جد متنوع، جد مدهش،
جد ممتع في كل عوامل الجذب، كل عوامل الأسر بالحب وبالقلب وبالجمال هنا في مصر. لماذا اخترت مطروح تحديدا أستاذ محمد في بحثك وفي تسليط الضوء على مطروح تحديدا؟ لأن محافظة مطروح هي محافظة عريقة، محافظة بتضم آثار على مر العصور. يمكن عرضنا دلوقتي صور قلت لحضرتك إن إحنا كان عندنا سواء من الآثار المصرية القديمة أو اليونانية الرومانية أو القبطية، عندنا جبال، عندنا واحد سيوة، عندنا جبل الدكرور اللي هو من أهم أنواع السياحة العلاجية. عندنا موجود فيها كمان بتتميز بالحنة الحمراء، الحنة اللي بتخش في صناعة الفخار. احنا هنا بنتكلم عن واحدة من الأماكن العريقة. احنا ما ينفعش نسيب محافظة يبقى عندنا كنز زي محافظة مطروح ونبص لها مش واخدة مثلا دورها أو مش واخدة أهميتها في الناحية الإعلامية وفي التسويق. لا، احنا لازم، احنا عايزين نسلط الضوء على، يعني ممكن أقول لك إن في ناس أصلا في مصر وما يعرفوش حاجة عن محافظة مطروح. أماكن أثرية كتير يمكن بنسبة أو يمكن 70 يعني غاية أو منتهى معرفتهم بمطروح هي كمحافظة. لا، إنها مصيف، بالظبط كده، محافظة وأنا بروح أصيف فيها محافظة بس، لكن ما ساحلية أعرفش إيه الناس الأهمية اللي بتصيف موجودة فيها، فيها. ولكن محافظة مطروح يعني كما أنها مترامية الأطراف، كما أنها مترامية الأطراف، هي تحتوي على هذه الكنوز وعلى هذه المشاهد المتنوعة المختلفة، على أنواع السياحة كما أشرنا منذ قليل: السياحة العلاجية، السياحة التاريخية، السياحة الطبيعية. طبيعية. مثلا لو جينا اتكلمنا على السياحة الطبيعية، عندنا سياحة عجيبة من أجمل الشواطئ اللي موجودة في مطروح، وهو يعتبر حاجة طبيعية، منظر طبيعي على ما شاطئ البحر تمش. الأبيض المتوسط. شط آه طبيعي ما تمش فيه تدخل إنسان، حاجة طبيعية. احنا بنتكلم دلوقتي على طبيعة، يعني ربنا سبحانه وتعالى ميز مصر بالطبيعة، الطبيعة الجميلة. وميز مصر بأشياء كثيرة. أشياء كثيرة ولكن أهمها الطبيعة. مم. بخصوص مطروح وخصوص يعني هذه المحافظة وتحديدا لو انتقلنا لواحد سيوة، جزء أصيل من محافظة مطروح، كيف ساهمت هذه المحطات التاريخية في محافظة مطروح بشكل عام، وفي واحد سيوة بشكل خاص في تشكيل الهوية؟ هي شكلت شكل كبير من ناحية السياحة. مم. ان واحد سيوة ما ينفعش مثلا انا كمرشد سياحي ما ينفعش يبقى معايا فوج اجنبي او سياحه وهنزل بيه مطروح ومش هروح بيه الواحه. فاذا في الوقت دوت انا الواحه شكلت لي اهميه كبيره من ناحيه السياحه، زودت لي السياحه. وكل ما السياحه مثلا عندنا حاجه كده، كل ما السياحه بتزيد كل ما اقتصاد الدوله بيزيد. طبعا طبعا. فاذا انا المحافظه محافظه عريقه زي ديت هي بتفتح لي ابواب كتير ومجالات كتيره من ناحيه الدخل بتاع الدوله. طول ما في سياحه طول ما في اقتصاد الدنيا بتبقى كويسه، الدنيا متميزه. السياحة والصناعات الموازية أو الأعمال الموازية هي للسياحة، من اهم المقومات. يعني شوف الصناعات التي ترتبط أو كم الأعمال الموازي والمرتبط بوجود السياحة كم كبير. لذلك عدد العاملين في هذا المجال والمجالات المرتبطة به عدد ضخم جدا، ويعود عائد السياحة بشكل مباشر على العاملين فيه. اه آه حتى عندنا حقول، في حقول كتير جدا موجوده في مطروح. يمكن احنا عم اتكلمنا دلوقتي على العلم المحافظه، قلنا ان البرج دوت بيمثل حقول البترول وحقول الغاز الطبيعي. ودي طبعا حاجه لها اهميه كبيره جدا، يعني حاجه مهمه جدا وحاجه برضو طبيعيه، سواء البترول او الغاز الطبيعي حاجه لها اهميه كبيره جدا في مصر. فدي حاجه برضو بتميز المحافظه. كمان يعني المعروف عن الواحة ان السياح الذين يأتون الى الواحة سياح يعرفون مقصدهم بشكل كبير وبشكل محدد. والاختيار يعني واحد سيوة، الاختيار مطروح. ليه؟ لان هناك رغبة ملحة لدى سائح معين في أن يعيش أو أن يحيا في هذه الطبيعة الهادئة الجميلة التي توفر صحة جيدة، توفر مزاج مختلف لمن يرتاد هذه الأماكن. نروح لفاصل قصير ونرجع لحضراتكم.
تنقسم مطروح إداريا إلى 8 مراكز: الحمام، وهي أولى مدن محافظة مطروح قدوما من الإسكندرية، ثم تليها مدينة العلمين، الضبعة، مرسى مطروح، النجيلة، سيدي براني، وأخيرا معبر السلوم، الفاصل الحدودي بين مصر وليبيا، وبين عائلات وقبائل تنقسم بين البلدين. أنا مصري من مطروح. يغضب أهل مطروح عندما يشكك أحد في جذورهم مدعيا أنهم ليبيون، الأمر الذي يجعل سرد تاريخ انتمائهم لمصر يجري على ألسنتهم في حكاياتهم العابرة، ليؤكدوا انحدارهم من قبائل بني سليم من الجزيرة العربية، والتي دخلت مصر في العهد الفاطمي، وتحديدا عام 365 هجريا، ثم رحلت عنها عام 442 هجريا، لتعود إلى مصر مرة أخرى عام 1670 ميلاديا، لتنتشر في ربوعها حتى استقرت في الصحراء الغربية ومحافظة مطروح، وانتشرت في 5 قبائل رئيسية: أولاد علي، السننة، الجميعات، القطعان، المرابطين، قبائل بدوية ذابت وتجانست وكونت جذورا مصرية أصيلة، وأفرزت عجينة شديدة الخصوصية ميزت أهل الساحل الشمالي. النجيلة أصغر مدن المحافظة من حيث عدد السكان، إذ لا يتجاوز سكانها 5000 نسمة، ورغم ذلك تعطي النجيلة زائريها ومن الوهلة الأولى شعورا بالحيوية والانفتاح، ربما بسبب طبيعة النشاط الأساسي لسكانها الذي يعمل معظمهم في التجارة بسوق الجمعة. على جمال هذه الطلة من هذا الوجه المصري الأصيل في المشاهد التي رأيناها، مشاهد مليئة بوجوه وابتسامات تمنحك تأشيرة دعوة إلى زيارة مطروح وإلى زيارة هذه الأماكن، وأن ترى هذه الكلمة على وجوه من يستقبلونك. نورت مصر. على فكرة انت نورت الحلقة معايا النهارده. اهلا بحضرتك محمد، والله. خليني اتكلم عن برضو يعني في هذه المنطقة او في هذه المنطقة وفي هذه المحافظة التين والزيتون، يعني بيزرعوا التين وبيزرعوا الزيتون. يعني يا لجمال هذه الزراعات ولعائدها اللي بيوفر للإنسان مقومات صحية كبيرة جدا جدا جدا. طبعا هو التين والزيتون يمكن من اكتر برضو الزراعات اللي مشهوره في واحد سيوه، التين والزيتون والنخيل. وحتى في القرآن الكريم تم والتين والزيتون، والتين والزيتون ربطهم وطور سنين، يعني تم ربط بين هاتين الثمرتين. حتى لو بدأنا والتين والزيتون فهي بداية الآية قسم. ربنا لما قسم بالتين والزيتون فهذا هو قسم. دي حاجة برضو بتدل على العظمة والمكانة الكبيرة لهذه الشجرة، شجرة التين وشجرة الزيتون. ودي حاجة موجودة في واحد سيوة، حاجة جميلة من ضمن، يعني لو بصينا أصلا واحد سيوة كل اللي ما يضم واحد سيوة. في مساحات كبيرة في مطروح مزروع فيها تين ومزروع فيها زيتون. أنا بتكلم يعني يمكن دلوقتي أنا مسلط الضوء بس عن واحد سيوة، عن مكان يستحق فعلا إن هو يتم تسليط الضوء عليه. مكان عظيم، مكان طبيعي. فواحد سيوة بتضم حاجات مختلفة جدا، بس مش من مثلا من شوية كنا قلنا ان النخيل، عم اتكلمنا عن على المحافظة قلنا النخيل والتمور، لكن ايضا موجود فيها التين والزيتون. واحنا حاليا يمكن على قرابة برضو العيد القومي قريبا، يعني 24 ديسمبر 24 ديسمبر العيد القومي. يعني لماذا اتخذ هذا التاريخ عيدا قوميا لمطروح؟ هو كان طبعا بمناسبة النصر بمعركة وادي ماجد، معركة وادي ماجد واللي كانت ما بين قبائل. احكي لنا بقى عن المعركة. المعركة ديت كانت معركة ما بين قبائل وادي ماجد والجيش الإنجليزي، وكان قائد الجيش المصري في ذلك الوقت هو القائد صالح حرب،
وتم انتصار الجيش المصري على الجيش الإنجليزي عام 1915، وانتهت بمقتل قائد الجيش الإنجليزي. فلذلك اتخذوا هذا التاريخ هو العيد القومي ليهم، وبيحتفلوا به كل سنة. يعني ممكن مظاهر الاحتفال بهذا العيد. مظاهر الاحتفال هي بتبقى عبارة عن طبعا احتفالات على الشواطئ وطبول. كان ممكن نعرض، كان في صور موجودة من ضمن الاحتفالات لو ممكن نشوفها دلوقتي يعني. هتيجي الصور، نعرض كل الصور، ولكن برضو بتمر علينا صور دلوقتي. صور النخيل. نخيل. ده صور النخيل اللي موجودة في واحد سيوة. ايوه. بالاضافه ايضا الى الموروث الثقافي، الموروث الفني المرتبط بالمكان. يعني بنشوف يعني شكل الفرحه، شكل التجمعات بيعملوا ايه هناك في الواحه. فكل مكان في مصر في انتاجه ليه انتاج ثقافي، يعني ليه مظهر ثقافي وفني. يعني بنلاحظ في واحد سيوة في جبل، بالذات في جبل الدكرور في عند الرماية الدافئة أثناء الدفن، بنلاحظ في حلقات الأطفال والطبول والفخار، طبعا صناعة الفخار في واحد سيوة. مظاهر طبيعية جدا، مظاهر جميلة، مظاهر خلابة، مظاهر تقدر تشد السائح ليها. يعني موجود هناك مناظر طبيعية ومناظر خلابة تشد السائح ليها، جميلة جدا. يعني أنا بتمنى أي حد زور واحد سيوة. إذا كنت تريد الجمال زور مطروح، زور واحد سيوة. بالطبع أستاذ محمد، أنت رافقت الكثير من الأفواج السياحية وتعاملت معهم وقرأت ردود الأفعال لهم بعد الزيارة. ماذا رصدت من خلال هذه الزيارات ومن خلال هذه الصحبة؟ دايما بننزل مع الفوج، وبعد ما بنخلص بنلاقي ان هو اصلا مش عاوز يسيب المكان، هو عاوز يفضل من جمال المكان، عايز يفضل في المكان. سواء بقى نزلنا مثلا اهرامات، نزلنا متاحف، سواء رحنا معابد، سواء في الصعيد عمال ننزل معابد، بننزل متاحف، بنبص نلاقيه هو اصلا في المقابر. هو من الجمال اللي بيشوفه هو اصلا مستغرب الجمال ده جه ازاي. الجمال ده جه ازاي؟ يعني حتى يمكن من الاماكن الاثريه اللي نزلناها وفعلا كانت الناس مبهوره بيها جدا، مش حابه تمشي منها ولا تخرج منها. لما زرنا مقابر وادي الملوك في البر الغربي في الاقصر، انت بتتكلم عن نزلت المقابر، تتكلم عن حاجه مقبره كامله مفحوره داخل الصخر. طيب هو واقف مبهور ازاي تم اصلا عمل المكان ده، ازاي تم فحر المقبره كامله داخل الصخر. المقبره لحد الان النهارده محتفظه بالوانها، محتفظه بالنقوش بتاعتها، حاجه جميله جدا. عايزين برضو بعض التفاصيل اللي ده من ضمن الاحتفالات دي في الصحراء، من ضمن الحصينه والديت، يعني كنوع برضو من ضمن الرياضات الممارسه هناك الممارسه ومظاهر الاحتفالات بالظبط. يعني احنا عندنا من انواع السياحه، سياحه علاجيه، سياحه رياضيه، دي برضو بتتم هناك في الصحراء. الفروسيه هنا والفروسيه السياحه الرياضيه هي طبعا لانها انواع دي جدا. ما هي الفروسيه هناك او رياضه مرتبطه بالبيئه، مرتبطه بالمكان. بالبيئه. بالبيئه والمكان، فهي سياحه رياضيه بتمارس هناك في الصحراء في واحد سيوه. ردود الافعال من السياح، يعني مدى ارتباطهم بهذا المكان بعد الزياره؟ هو بيبقى كل امتنانه ان هو نفسه يرجع المكان تاني. صحيح. هو من الجمال اللي شافه فهو نفسه يرجع المكان تاني، مش عاوز يمشي من المكان. انا مش عايز افوت صور بتظهر وتتكلمنا عنها. هذه ده صور برضو، ده صور عن الحرب العالميه، عن الحرب العالميه. مقابر الحلفاء. وكمان منطقة هذه مطروح، يعني كانت في لحظة من اللحظات مسرحا لهذه الأحداث العالمية. الأحداث العالمية طبعا. يعني زي ما الشرقية كانت هي البوابة الشرقية لمصر، فمحافظة مطروح كانت هي البوابة الغربية لمحافظة مصر. لأن الشرقية، محافظة الشرقية وسينا كانوا مساحة جغرافية واحدة. مساحة جغرافية واحدة حقيقي. بتتكلم عن واحدة، يعني تاني أكبر محافظة بعد الوادي الجديد من حيث المساحة.
فهي محافظة مهمة ومحافظة عريقة جدا. وفي متحف عسكري في مرسى متحف مطروح عسكري طبعا. غير المتحف المصري. ايوه. يمكن يعني احنا بس اتكلمنا عن المتحف المصري ان احنا اخترنا بس كموقع واحد، لان طبعا مش هنلحق في الحلقة ان احنا نحصر كل المواقع اللي موجودة او نتكلم عنها. فاخترنا الموقع واخترنا المتحف المصري القديم لانه طبعا بيضم عديد، زي ما قلنا ان هو بيضم من مصر القديم ويوناني روماني وقبطي وحديث. بيضم لحد النهارده موجود فيه اواني جنوبيه، موجود فيه عملات، موجود فيه اثار يونانيه. فالمتحف عريق، المتحف بيضم زي ما قلنا حوالي 1110 قطعه اثريه. المتحف متكون من 8 قاعات. في فكرة تشجيع أو إظهار كل ما في مطروح من آثار، من مشاهد، من مواقع، ومن كيف يتم وضع خطة أو رؤية لهذا من خلال عملك، من خلال بحثك، من خلال حبك، من خلال الممارسة اللي في إطار الزيارات المستمرة مع أفواج سياحية، مع اكتشافات جديدة، مع التعاون مع جهات مختلفة مسؤولة ومحبة لأن تظهر هذه الآثار وأن تظهر هذه المشاهد بكامل الأبهة بتاعتها. طبعا والله انا يمكن حابب اوجه رساله شكر حاليا عم حضرتك قلت الجهات المختصه. كل مكان بننزله بجد احنا بنلاقي كميه تعامل وتسهيل من الجهات المختصه كبيره جدا. بيسهلوا لنا الدنيا، بيمشوا اليوم معانا، بيساعدونا، ما بوقفش لنا الدنيا. بتبقى الدنيا سلسه وماشيه. ويمكن ديت حاجه جميله جدا وبتخلي السائح اصلا ياخد فكره كويسه عن مصر. يشعر بهذه الراحة، بيشعر بالراحه، بياخد فكره جميله عن مصر. بيعرف ان الناس متعاونه معاه، الناس حابه وجودك. فبالذلك هو لما يلاقي المعامله كويسه ويستمتع بالمناظر الطبيعيه والمعامله ويلاقي الدنيا سهله، فهيبقى اصلا حابب ان هو يرجع المكان تاني. يبقى حابب ان هو يرجع المكان تاني. فدي حاجه جميله جدا. بخصوص ايضا فكره ان نصل بفكره ان نقرا عن مطروح ونشوف ونقرا، ويبقى في ما يسمى بدليل لمعرفه تفاصيل مطروح لدى الشباب، ويصل ويقرا ويشوف. واحنا عندنا النهارده وسائل التواصل يعني سهله جدا. بقت اسهل حاجه النهارده. يعني ممكن مثلا لو عندي حاجه في دليل، لو عندي مثلا دليل المحافظه، وهو ممكن يبقى اسمه دليل محافظه مطروح من وطبعا خلال ده اكيد موجود، بس يعني فكره ان احنا ازاي يبقى في اظهار لكل هذه الامور اول باول، ان يصل على الصفحات، ان تصل الى ايدي الشباب، الى ايدي الناس، الى فكره الترويج هي الكبير بتكون عن طريق والتسويق. مبادرات شبابيه بتتم عن طريق الشباب. بيختصوا طبعا، بياخدوا مواقع اثريه بيكتبوا عنها، مثلا يكتب مقال عن هذه المحافظه، بيشوف ايه الحاجات المهمه اللي موجوده في المحافظه ان هو مثلا يبدا يتكلم عنها. ممكن يعمل جزء 2 3 وبينزلهم على صفحه المبادره. فمن خلالها انا مثلا كباحث كمحمد شادي، انا محتاج معلومه عن مدينه مطروح، عن محافظه مطروح، هخش ابحث عن المعلومه هلاقيها موجوده. طبعا الكتب موجوده كتير، زي مثلا كتاب المواقع الاثريه دكتور عبد الحليم نور الدين. مش سايب معلومه في محافظه مطروح. بس الامين العام للمجلس الاعلى للاثار الاسبق. طبعا. واحد يعني الشخصيات هنتكلم عن المهمه جدا والقامات الاثريه الكبيره اللي كنا بنسعد دائما بيه على شاشه النيل الثقافيه الدكتور عبد الحليم نور الدين. فيعني الكتب موجوده، بس ان احنا نتبعها شويه. طب وانت احيانا قاعد كده وبتبقى عايز تبعت رسائل للعالم عشان عبر الفيسبوك، عبر مواقع، عبر من خلال انك تلفت الانتباه، وبيبقى ليك يعني بعض الامور اللي بتمارسها على الفيس، واشارات ورسائل بتبعتها، صورة، كلمة، عبارة. بتبقى مثلا ممكن من خلال بتعمل كده احيانا؟ طبيعي. احنا مثلا احنا عندنا مبادره اصلا شبابيه، والحمد لله لسه تم اعتمادها قريبا من الجهات المختصه، وهي كان اسمه مركز كنوز اثريه. المركز هو هدفه ان هو بينشط السياحه الداخليه
وبيعمل على تسليط الضوء على المواقع اللي مش معروفة. وهي مبادرة شبابية بدأت من 5 سنين. المبادرة حاليا شغالة على المواقع الأثرية، بتنزل بجولات سواء بمختصين أو غير مختصين هاويين، سواء كبار أو صغار. بيتم مثلا، وليكن أنا آخر زيارة عندي كانت في مجمع الأديان. باخد الفوق وبنزل بيه، بيتم شرح المكان بالكامل، ان انا بسلط الضوء على المكان ده، بنشط السياحه الداخليه لبلدي. اخر زياره لمطروح كانت امتى ليك؟ ممكن من 4 سنين. من اه، فتره كبيره ما نزلتش فتره مطروح. كبيره. اه. اه، فيعني لكن ان شاء الله قريبا نصور فيديو في مطروح. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا، حبيبي يا أستاذ. الباحث الاثري والمحب لمطروح الاستاذ محمد شادي. شكرا، والقاك دائما حبيبي يا أستاذ. على حب هذا البلد، هذا الجمال الساكن في مصر دائما. بشكرك. شكرا لحضرتك. فاصل ونعود الى حضراتكم، ابقوا معنا دائما.